السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي قناة الصبر المصري في فيديو جديد وسر مفيد من أسرار عالم الروحانيات. أسرار وخصائص وروحانيات اسم الله القيوم. الله القيوم بمعنى القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، ومع ذلك يقوم به كل موجود، ولا وجود أو دوام وجود لشيء إلا به. المدبر المتولي لجميع الأمور التي تجري في الكون. هو القيوم لأنه قوامه بذاته وقوام كل شيء به. والقيوم تأكيد لاسم الحي واقتران الاسمين في الآيات. ومن أدب المؤمن مع اسم القيوم أن من علم أن الله هو القيوم بالأمور استراح من كد التعبير وتعب الاشتغال بغيره، ولم يكن للدنيا عنده قيمة. وقيل أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، عدده بالألف واللام 187 وبدونهما 156. خصائصه. خصائص هذا الاسم العظيم والسر الكريم: من أكثر من ذكره أقام الله أمره ظاهرا وباطنا، كما أن تاليه يستغني عمن سواه، ومن قرأه 3000 مرة لم يمرض أبدا، ومن كتبه بالمسك وماء الورد وحله وأشربه للمريض 3 أيام يبرأ بإذن الله من مرض. وهذا الاسم مقترن باسمه تعالى الحي، وهذان الاسمان هما من أسماء ذكر الحضرة النبوية. فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها بأن تقول صباحا ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد ورد عن بعض الصالحين أن من اتخذ هذين الاسمين وردا له أطال الله عمره ونال ما أراد وتغلب على أعدائه وكان قادرا على التصرف في القلوب. وقد أكد العديد من أهل الحقيقة أن هذان الاسمان هما اسم الله الأعظم، لأنهما من أسماء الذات، وهما ذكر أهل المراقبة. ومن نقش هذين الاسمين في الساعة الأولى من يوم الجمعة وهو مستقبل القبلة وأمسكه عنده أحيا الله قلبه. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.